الذات والغرور. طيب حب الذات هو ما في فرق، هو في فرق بين حب الذات وعدم حبه، لكن الغرور ممكن نقول ما الفرق الغرور بين والثقة؟ الثقة والغرور. أي هذه المتناظرتين. الثقة تعريفها شعور بالقدرة مع وجودها، بس اختصار شعور بالقدرة مع وجودها، أنا أقدر. جيد. وهي لحظة في الحاضر أبنيها أنا على تجارب المستقبل أو على تجارب الماضي أو تفاؤل المستقبل. هي لحظة حاضرة، أنا الآن بسجل بودكاست، طب عندي قد طلعت وسجلت فأبنيها، فأشعر بأنني قادر بإذن الله عز وجل أني في هذه اللحظة أني أتكلم. أو على تفاؤل المستقبل، عندما لا يكون للإنسان أي تجربة سابقة فلينتقل للمستقبل، فإذا تفاءل ارتفع عند منسوب الثقة، فهو شعور بالقدرة مع وجودها. طيب الغرور والثقة دوما إيجابية؟ الثقة دوما إيجابية. طيب الغرور شعور بالقدرة مع عدم وجودها. مغتر، أنا أقدر أكفخهم طلع برا جلده، هذا مغتر بذاتي. يمكن يتوقع مستقبل أنه اغتر من موجود القدرة، لا عنده رصيد يؤكد له في الماضي، ولا عنده تحليل للمستقبل ينبئه أنه ممكن يسوي هذا الشيء، ولذلك هو ظن وبالتالي أساء. طيب احنا جبنا زاويتين، باقي زاويتين أيضا. ثمة أيضا عدم الشعور بالقدرة مع وجودها، هذا احتقار الذات اللي قبل شوي. عدم الشعور بالقدرة مع وجودها، يا أخي أنت أسلوبك زين، لا ما أقدر، أنت شاعر والله ليش ما لا طب اطلع تكلم، لا أنا أحسن شيء ورا الكاميرات، ما أقدر، مع أنه كويس. عدم الشعور بالقدرة مع وجودها، هذا احتقار للذات. وكيف يقدر يعالج باقي الرابع. أوكي. عدم الشعور بالقدرة مع عدم وجودها، وهذا وعي. أني أعرف هذا ما يصلح لي وهذا يصلح لي، هذا قمة الوعي.